ناس تقول إنه وقف قدام أكبر قوة في العالم، وناس تقول إن قراراته دخلت العراق في حروب ما خرجتش منها لحد النهاردة. الغريب إن كل دول بيتكلموا عن نفس الشخص. في شخصيات في التاريخ مجرد ما اسمها بيتقال الناس بتتقسم فورا. ناس تشوفه قائد قدر يخلي دولة كاملة يبقى ليها هيبة وسط المنطقة، وناس تانية تشوف واحد من أكتر الحكام قسوة في القرن العشرين. ناس تقول إنه وقف قدام أكبر قوة في العالم، وناس تقول إن قراراته دخلت العراق في حروب ما خرجتش منها لحد النهاردة. الغريب إن كل دول بيتكلموا عن نفس الشخص، صدام حسين. لكن قبل ما يبقى رئيس العراق، قبل ما صورته تتملي بيها المدارس والميادين والعمولات، وقبل ما يبقى عنده جيش قوي من أقوى جيوش المنطقة، كان مجرد طفل اتولد في مكان محدش كان يتوقع يخرج منه. واحد هيغير تاريخ الشرق الأوسط كله بالشكل ده. الحكاية بتبدأ سنة 1937 في قرية صغيرة جدا اسمها العوجة، قريبة من تكريت شمال بغداد بحوالي 170 كيلو. في الوقت ده العراق أصلا ما كانش الدولة اللي نعرفها النهاردة، كانت لسه خارجة من سنين طويلة من النفوذ البريطاني، والسياسة فيها كلها صراعات والفقر منتشر خصوصا في القرى. العوجة نفسها كانت قرية بسيطة جدا، بيوت من طين وشوارع ترابية، والناس كلها تعرف بعضها، والقوة فيها كانت للقبائل والعائلات الكبيرة أكتر من الحكومة. في المكان ده اتولد صدام حسين. حتى بداية حياته كانت غامضة جدا. في مؤرخين بيقولوا إن والده اتوفى قبل ولادته بشهور، وفي روايات تانية بتقول إنه اختفى ومحدش عرف راح فين. لكن النتيجة بتفضل واحدة، الطفل كبر من غير أب، وأمه صبحة طلفاح كانت عايشة أصعب فترة في حياتها. كانت فقدت جوزها، وقبلها فقدت ابن صغير، فدخلت في حالة نفسية سيئة جدا. بعض الروايات بتقول إنها حتى وهي حامل كانت رافضة الحمل من شدة الصدمة، وروايات تانية بتنفي ده. لكن المؤكد إن الظروف اللي اتولد فيها صدام حسين كانت قاسية جدا. بعد فترة أمه اتجوزت راجل تاني، ودي كانت بداية مرحلة صعبة في طفولة صدام. كتير من اللي عرفوه بعد كده قالوا إنه كان بيتعرض للضرب والإهانة بشكل مستمر من زوج أمه. كان طفل صغير لكنه اتعلم حاجة بدري جدا، إن الضعيف محدش بيسمع صوته. ولما وصل لحوالي 10 سنين ما قدرش يستحمل أكتر من كده، ساب البيت ومشي، راح يعيش مع شخص اللي هيبقى أكتر واحد هيأثر في حياته، خاله خير الله الطلفاح. خير الله ما كانش مجرد خال، كان بالنسبة له أب ومدرس وصاحب وقدوة. كان ضابط سابق وعنده أفكار قومية عربية قوية جدا. كان بيحكي لصدام كل يوم عن الاحتلال البريطاني، وعن جمال عبد الناصر، وعن الوحدة العربية، وعن أن العرب لازم يبقوا قوة واحدة. تخيل طفل عنده 10 سنين كل يوم بيسمع أن العالم ما بيحترمش غير الأقوياء، وأن اللي ما عندوش سلطة هيفضل طول عمره تابع. الأفكار دي بدأت تتزرع جواه وهو صغير، وكان واضح من بدري إن شخصيته مختلفة عن باقي الأطفال. ما كانش بيحب يتكلم كتير ولا اللعب زي غيره، وكان بيفضل يقعد يراقب الناس، يسمع ويحفظ. وفي المدرسة ما كانش أشهر طالب ولا أشطر واحد، لكن المدرسين لاحظوا إن عنده ذاكرة قوية جدا، وإنه عنيد بشكل غريب، ولو اقتنع بحاجة صعب جدا يغير رأيه. في الوقت اللي صدام كان بيكبر فيه، العراق نفسها كانت بتتغير كل سنة تقريبا. المظاهرات في الشوارع والحكومات بتتغير، والجيش بدأ يدخل السياسة، والملك الشاب فيصل الثاني كان بيواجه غضب متزايد من ضباط الجيش، لحد ما جه يوم 14 يوليو سنة 1958، اليوم اللي غير العراق للأبد. ضباط الجيش بقيادة عبد الكريم قاسم خرجوا بالدبابات، وفي ساعات قليلة انتهى الحكم الملكي، والملك فيصل الثاني اتقتل، وولي العهد اتقتل، ورئيس الوزراء نوري السعيد اتقتل هو كمان بعد محاولة الهرب. العراق دخل عصر الجمهورية، وصدام اللي كان عنده حوالي 21 سنة كان بيتفرج على كل ده بعين مختلفة. بينما كانت الناس شايفة فوضى، هو كان شايف درس بيقول إن السلطة في العراق مش بتتغير بصناديق الانتخابات، السلطة بتتغير بالسلاح. ومن اليوم ده بدأ يفكر إن هو كمان يبقى جزء من اللعبة. صدام كان عنده 21 سنة تقريبا لما شاف النظام الملكي في العراق بيقع قدامه. بالنسبة لأي شاب عادي اللي حصل كان مجرد تغيير في الحكم، لكن بالنسبة ليه كان درس عملي بيقول إن السلطة في البلد دي مش بتتنقل بهدوء، السلطة بتتاخد. بعد نجاح الثورة بقى عبد الكريم قاسم هو الراجل الأقوى في العراق، وفي البداية ناس كتير شافته بطل، والراجل وعد بالإصلاح، ووعد إنه هيحسن أحوال الناس وهيخلص البلد من النفوذ الأجنبي. لكن بعد شهور قليلة بدأ الخلاف يكبر بينه وبين القوى السياسية، خصوصا حزب البعث. في الوقت ده صدام كان لسه شاب صغير، لكن هو لفت انتباه قيادات الحزب، مش لأنه كان أشهر واحد ولا كأنه كان خطيب بارع، لكن لأنه كان بينفذ كل اللي بيطلب منه من غير تردد. كان عنده انضباط شديد وبيكره الفشل، وعنده
مستعد يعمل أي حاجة عشان يوصل للهدف. سنة 1959 حزب البعث قرار خطير، قرر إن عبد الكريم قاسم لازم يموت. الخطة كانت بسيطة على الورق، يراقبوا طريق العربية اللي بيركبها كل يوم، ولما توصل لنقطة معينة يهاجموها بالرصاص ويخلصوا عليه في ثواني. صدام كان واحد من الفريق ده. يوم التنفيذ وقفوا مستخبين في شارع رشيد في بغداد. التوتر كان مرعب وكل واحد ماسك سلاحه ومستني العربية تظهر. ثواني كانت كفيلة إن هي تغير تاريخ العراق كله. وفجأة العربية وصلت، الرصاص انطلق من كل اتجاه، لكن الخطة بدأت تنهار بسرعة. في ناس اتلخبطت وفي ناس ضربت بدري، وعبد الكريم قاسم اتصاب فعلا لكنه ما ماتش. الاشتباك اتحول لفوضى وصدام نفسه اتصاب برصاصة في رجله، وفي روايات بتقول إنها كانت إصابة سطحية، وروايات تانية بتقول إنه اضطر يشيل الرصاصة بنفسه بعد كده وهو هربان. المؤكد إنه خرج من المكان وهو بينزف، وكل أجهزة الأمن بدأت تدور عليه، ومن اللحظة دي بقى مطلوب حي أو ميت. الهروب كان مغامرة لوحدها واتنقل بين البيوت في سرية تامة، وساعدوا أعضاء في الحزب لحد ما خرج من العراق ووصل لسوريا، وبعدين استقر هنا في مصر في القاهرة. وقتها كانت مختلفة تماما عن بغداد، كانت في عز فترة جمال عبد الناصر والقومية العربية كانت في أقوى حالتها. صدام انبهر جدا بالتجربة المصرية. الناس اللي عرفوه هناك قالوا إنه كان هادي جدا، لكنه دايما بيسأل عن السياسة وعن الجيوش وعن إزاي الدول بتتبني. ودرس لفترة في كلية الحقوق، لكن الدراسة عمرها ما كانت هدفه الحقيقي، السياسة كانت هي كل حياته. كان بيقعد بالساعات مع أعضاء الحزب البعث العراقي الموجودين في مصر، يناقشوا أخبار بغداد ويخططوا للي هيعملوه لو رجعوا للحكم. الغريب إن حتى وهو في المنفى عمره ما فكر يبدأ حياة جديدة، ما اشتغلش عشان يستقر ولا حاول يعيش حياة هادية. كل تركيزه كان على العراق، وكان مقتنع إن رجوعه هو مجرد مسألة وقت. وفعلا سنة 1963 الخبر اللي كان مستنيه وصل له. انقلاب جديد حصل في بغداد، عبد الكريم قاسم اتقتل وحزب البعث رجع للسلطة. صدام رجع العراق بسرعة وهو فاكر إن الحلم أخيرا بدأ يتحقق، لكن العراق وقتها كان بلد متقلبة بشكل مرعب. بعد أقل من سنة حزب البعث نفسه اتشال من الحكم، وقيادات بدأت تهرب أو يتقبض عليها. صدام رجع يشتغل في السر وبقى يتنقل كل يوم تقريبا من مكان لمكان، يغير البيوت والعربيات وحتى شكله في بعض الأحيان، وكان بيبني شبكة من الناس المخلصين ليه. ساعتها صدام ابتدى يفهم إن السلاح لوحده مش كفاية. الحاكم الحقيقي هو اللي يعرف كل حاجة عن كل الناس، مين بيحب مين وبيكره مين وممكن يخون مين ومين ممكن يفضل معاه لآخر لحظة. وده اللي خلاه يهتم جدا بالأجهزة الأمنية. لكن قبل ما يحقق أي حاجة الأمن العراقي وصل له واتقبض عليه ودخل السجن. أي حد مكانه كان ممكن يعتبر إن حياته السياسية انتهت، لكن صدام كان شايف السجن بطريقة مختلفة. كان بيقول للمقربين منه إن السجن مجرد مرحلة، وإنه هيخرج وهيكمل من المكان اللي وقف عنده. وبالفعل سنة 1966 حصلت واحدة من أغرب عمليات الهروب في تاريخ العراق. التفاصيل لحد النهارده مش مؤكدة بالكامل، لكن المعروف إنه قدر يهرب من السجن بمساعدة عناصر من حزب البعث، وبعدها اختفى مرة تانية. أول ما خرج ما راحش لأهله ولا استخبى عشان يرتاح، راح يجمع أعضاء الحزب من جديد، وكان بيقول لهم إن المرة الجاية لازم تكون مختلفة، لازم نوصل للحكم، ما نسيبوش تاني. وده كان الوعد اللي هيغير التاريخ بتاع العراق كله بعد سنتين بس، لأن سنة 1968 كانت على الأبواب، والسنة دي هيبدأ فيها صدام يتحول من مجرد عضو في الحزب السياسي للراجل اللي هيمسك خيوط العراق كلها من ورا الستار. لما جه يوم 17 يوليو سنة 1968 العراق صحي على انقلاب جديد، لكن المرة دي الموضوع ما كانش مجرد مجموعة ضباط نزلوا بالدبابات وسيطروا على الإذاعة. العملية كان متخطط لها بدقة شديدة، وحزب البعث قدر يوصل للحكم من جديد، وأحمد حسن البكر بقى رئيس الجمهورية. أما صدام حسين بقى فكان رسميا نائب الرئيس. لكن اللي كان بيحصل ورا الكواليس كان مختلف تماما. البكر كان أكبر من صدام بحوالي 20 سنة، وكان عسكري قديم، لكن شخصيته كانت هادية ومش بيحب يدخل في تفاصيل الإدارة اليومية. أما صدام فكان العكس تماما، كان بيشتغل من أول النهار لآخر الليل. كل تقرير أمني لازم يقراه، كل مسؤول جديد لازم يعرف عنه كل حاجة، حتى أصغر موظف في الدولة لو هيشتغل في مكان حساس كان ممكن يتعمل عنه ملف كامل. وكان عنده عادة غريبة، أي حد يقابله مرة يحفظ اسمه ويحفظ وشه، ولو قابله بعد سنة أو 2 يناديه باسمه. الحركة دي كانت تخلي الناس تحسوا إنه فاكرهم وإنهم مهمين بالنسبة ليه، لكن الحقيقة إنه كان بيعتمد على شبكة معلومات ضخمة جدا. في الوقت ده بدأ يبني جهاز أمني يعتبر من أقوى أجهزة المنطقة. كان مؤمن إن الجيش ممكن يعمل انقلاب، لكن لو مخابرات قوية ولا قائد جيش هيعرف يتحرك. وبدأ فعلا يعين ناس ولاهم ليه شخصيا، مش للدولة ومش للحزب، ليه هو. كتير منهم كانوا من تكريت، المدينة اللي هو اتولد فيها، وده خلى الناس بعد كده تتهمه انه اعتمد على دايرة ضيقة من المقربين في المناصب الحساسة. في نفس الوقت كانت العراق بتعيش طفرة اقتصادية كبيرة جدا. سنة 1972 الحكومة قررت تأميم شركة نفط العراق،
يعني الدولة بقت هي اللي بتسيطر على النفط بدل الشركات الأجنبية. كانوا وقتها اعتبروا ناس كتير مغامرة، لكن بعدها بسنة حصلت أزمة النفط العالمية وسعر البترول طلع بشكل ضخم، وفجأة العراق بقى عنده مليارات الدولارات، والفلوس دي بدأت تظهر في كل حتة، طرق جديدة وكباري وجامعات ومستشفيات ومشروعات إسكان ومصانع، حتى التعليم بقى مجاني، والعلاج في مستشفيات الدولة بقى متاح بشكل واسع. الدولة كانت بتصرف فلوس كتير جدا على التعليم، وفي فترة قصيرة معدلات الأمية قلت بشكل ملحوظ، وفي منظمات دولية وقتها أشادت بحملات محو الأمية في العراق. وعشان كده لحد النهارده في عراقيين لما يفتكروا السبعينات يقولوا إنها كانت أفضل سنين عاشتها بلد اقتصاديا. لكن الصورة ما كانتش كاملة، لأن في نفس الوقت أي صوت معارض كان بيختفي. أجهزة الأمن بقت موجودة في كل مكان، في الجامعة وفي الجيش وفي الوزارات، حتى وسط أعضاء حزب البعث نفسهم كان في إحساس إن أي كلمة ممكن توصل، وإن أي نكتة ممكن تتحول لتهمة، وأي شك كفاية إنه يغير حياة إنسان بالكامل. وفي الوقت اللي الناس كانت شايفة فيه المدارس الجديدة والمستشفيات الجديدة، كان في ناس تانية بتعيش في خوف دائم. وده كان جزء من طريقة حكم صدام، يبني الدولة لكن في نفس الوقت يضمن إن محدش يقدر ينافسه. ومع مرور الزمن بدأ يبقى واضح إن أحمد حسن البكر بقى بيعتمد على صدام في كل حاجة تقريبا. الملفات الأمنية عند صدام، والملفات الاقتصادية بتمر عليه، والعلاقات الداخلية للحزب تحت إيده. وبقى في مثل بيتقال وقتها في بغداد: لو عايز حاجة تمشي لازم صدام يوافق. لحد ما وصلنا سنة 1979، السنة اللي غيرت كل حاجة. في شهر يوليو أحمد حسن البكر أعلن استقالته فجأة. الأسباب الرسمية كانت إنه مريض وعايز يرتاح، لكن مؤرخين كتير بيعتقدوا إنه صدام كان بيمارس ضغوط كبيرة عشان يمسك الرئاسة بنفسه. ده في نفس الوقت اللي في ناس تانية كانت شايفة البكر فعلا حالته الصحية متدهورة، والمؤكد النتيجة كانت واحدة: صدام حسين بقى رئيس الجمهورية، بقى رئيس العراق. لكن اللي حصل بعد كده بأيام هو اللي خلى كل الناس تفهم إن العراق دخل مرحلة مختلفة تماما. بعد أقل من أسبوع استدعى كبار قيادات حزب البعث الاجتماع في قاعة اسمها قاعة الخلد في بغداد. الناس دخلت وهي مبتسمة، في كان فاكر ان الاجتماع احتفال بالرئيس الجديد، وفي كان متوقع قرارات سياسية عادية، والكاميرات كانت موجودة والتلفزيون بيصور. وصدام دخل القاعة بهدوء شديد، ابتسم للحضور وسلم على بعضهم، وبعدين قعد على الكرسي وخرج ورقة وقال ان أجهزة الأمن اكتشفت مؤامرة لقلب نظام الحكم. القاعة كلها سكتت، وبدأ يقرأ أسماء المتهمين. أول اسم وقف صاحبه وهو مرعوب. رجال الأمن دخلوا وأخدوه لبره. الناس افتكرت إنه هيخرج للتحقيق. بعد دقيقة اتقال اسم تاني، وبعدين اسم تالت، وبعدين رابع، وكل واحد بيقوم بيختفي. ومع كل اسم كان بيتقال الوجوه كانت بتصفر أكتر، وبعض الحاضرين ابتدوا يبكوا، وفي ناس كانت بتبص في الأرض خايفة تسمع اسمها. وفي النهاية العشرات خرجوا من القاعة بعد محاكمة سريعة اتعدم منهم عدد بتهمة المشاركة في مؤامرة ضد النظام. والأصعب إن بعض أعضاء الحزب اللي فضلوا في القاعة طلب منهم يشاركوا في تنفيذ أحكام الإعدام لإثبات ولائهم، سواء وافقوا عن اقتناع أو عن خوف. الرسالة كانت وصلت لكل العراق: من النهاردة مفيش شخص بعيد عن الشك، ولا حتى أقرب الناس للرئيس. من اللحظة دي صدام بقى مش مجرد رئيس جمهورية، بقى الراجل اللي كل قرار في العراق بيرجع له لوحده. لكن وهو في قمة قوته كان في حدث بيحصل على الحدود الشرقية هيخليه ياخد أخطر قرار في حياته كلها، قرار هيدخل العراق في حرب هتستمر 8 سنين وهتغير شكل الشرق الأوسط للأبد. وده كان الجزء الأول من القصة بتاعتنا. لو عجبتكم ممكن تستنونا في الجزء الثاني من القصة الحلقة اللي جاية إن شاء الله.